اليوم عندنا فيديو المفضل عند معظم الناس اللي يتابعوني، فيديو التحضير المسبق مال أسبوع كامل. حضرت بعض الشغلات الأساسية اللي أحطها جوا إيدي وبعض الطبخات اللي تكون كاملة مجرد أحميها واستعملها. فتعالوا يعني رأسا نبلش نشوف أول شغلة بلشت بيها هي اللحم. هنا أنا قسمت اللحم قسمين. القسم اللي بيه العظم حطيتها، طبعا غسلته كل الزين وحطيت له مي وحطيتها ورق غار، شوية قرنفل، شوية هيل، وحطيتها بجدر الضغط 25 دقيقة يستوي براحته. وبعد ما استوى حطيته بحافظات مثل ما تشوفون، حطيته بحافظتين، واحدة من الحافظات ضميتها وواحدة اللخ طبخت بها، راح تشوفون بعدين ايش طبخت بها. باقي اللحم هيك قصقصته قطع صغار بهالشكل هذا وغسلته كل الزين. وبعدين بلشت بها أسوي الطبخة الأولى. بس قبل ما أشوفكم الطبخة تعالوا أشوفكم إيش سويت بالدجاج. عندي هنا كيلوين صدور دجاج وكيلوين أفخاذ دجاج. فالصدور قررت إنه أقطع جزء من عندها أسوي من عندها مرق الدجاج، والقسم الآخر قصقصته شرايح مثل ما تشوفون. قررت إنه أسوي من عنده سكالوب. هذا السكالوب ما راح يعني ما راح ناكله هذا الأسبوع، راح أسويه وراح أخليه رمضان إن شاء الله. يعني نبلش تحضير رمضان من هسه على مود لا يصير علي ضغط، يعني قريب فترة رمضان وأنضغط بالسوالف اللي أريد أحضرها. فالسكالوب صار تقريبا أكثر من كيلو وربع تقريبا. فمثل ما تشوفون قصقصت الشرايح وبعدين دقيته دقة خفيفة على مود يتساوى بالحجم، وبعدين من أحطه بالتتبيلة يمتص كل النكهات من التتبيلة. ممكن نسوي السكالوب ونحطه بالفريز ونستعمله وقت الحاجة، وصدقوني ما عليه أي شيء. ندخل وراها على التتبيلة، برشت عليها الليمونة كاملة، برش ليمونة كاملة. تجنبوا تبرشون البياض. حطيت عليه بهارات كاري، بهارات بابريكا، كزبرة ناشفة، وطبعا زنجبيل، ثوم، سنين ثوم، وطبعا عصير الليمون، شوية خردل، شوية كاتشب، وأيضا اللبن. وهاي التتبيلة يعني خرافية طبعا ما تقبل أي غلط، فدائما تعتمدوها لازم بتتبيلة الدجاج وتحديدا هي السكالوب. هنا طبعا ما بين انه انا حطيت ثوم، بس انا محاطة سنين ثوم بالخلطة. نخلطها كل زين وبعدين نحطها بالثلاجة شوية. صار يعني قطع بالتصوير ما مصور. فهاي التتبيلة اللخ اللي أنا سويتها لأفخاذ الدجاج طبعا غسلتها أكيد ونظفتها، وحطيت تتبيلة اللي هي عبارة عن زيت وخل وأعشاب الروزماري وبرش الليمون وطبعا ملح أيضا. وحطيت لها أيضا معجون فليفلة خاشوقة ومعجون الطماطة العادي. خلطتهن كل زين وبعدين حطيت أفخاذ الدجاج المخلية من الجلد. هنا طبعا يعني بالتصوير هو ضاع عندي، ما أعرف الظاهر أنا ما سجلته ما مصورته، حاولت إنه أدور ما لقيته. فالمهم إنه أنا خليته من الجلد وسويته بهالشكل هذا، وقسمته على كيسين من هذا الأكياس اللي نقدر نخزن بيها الخضروات والفواكه وأي شيء إحنا نريده، واللحوم طبعا، ونحطها بالفريز بهالشكل هذا، شغلة مرتبة ونظيفة. فقسمتها على كيسين. وهي هذه الدجاج. بعد خلصنا كيلوين صدور دجاج، كيلوين أفخاذ دجاج. سويتها بهالشكل اللي تشوف. راح أضم أفخاذ الدجاج وصدور الدجاج اللي أنا يعني السكالوب راح أسويها على غير يوم. وأيضا بلشت هسه أسوي باقي الوصفات اللي دارد أسويها. عندي هنا لحم مثروم، كيلو ونص لحم مثروم. بعد ما خلصنا من اللحم العادي والدجاج فدخلنا على اللحم المثروم. هنا أنا حطيت له بهارات 7 بهارات، وحطيت له قرنفل، وحطيت له بصل وثوم، وحطيت له بيضة وخاشوقتين طحين أسمر. عجنتها وسويت الكفتة. هاي طبعا كفتة انتو تعودتوا بعد عليها، أنا كل أسبوع لازم أسويها. ناوية أسوي إن شاء الله بها كفتة باللبن. إن شاء الله أشوفكم إياها الوصفة بغير فيديو إن شاء الله. بس هالمرة أنا سويت الكفتة وحطيتها بالحافظة مثل ما تشوفون، جهزتها على غير يوم إن شاء الله، بس أحضر الصلصة مالتها وأحط الكفتة بيها. جيت هنا على اللحم اللي قلت لكم حطيته على جهة وغسلته. جبت جدرية طبعا، حطيت شوية زيت بيها وحمست، بلشت أحمس اللحم بيها. نتركه طبعا أول ما نحط اللحم نتركه ويا المي اللي هو يذبه ينسلق، وبعدين وراها نحمسه ويا الزيت مالته، وبعدين نحط له بصل، وبعدين نزلت عليها الجزر. راح أسوي تاتشينة
لحم يعني أو جزر، تاتشينة الجزر أو تمن على جزر. أوكي وصلت الفكرة. حطيت لها 7 بهارات وحطيت كمون شوية وحطيت لها نومي بصرة. حطوا البهارات اللي يعجبكم، والتاتشينة تصير بلحم المثروم، تصير بالدجاج، أي شيء يعجبكم، بس احنا أكثر شيء نحبها ويا اللحم العادي مثل ما تشوفون. استوى تماما الجزر واللحم عندي، شلته وحطيتها بحافظة، وأيضا تصير جاهزة للاستعمال بأي وقت أريدها أطلعها وأذوبها وأطبخ عليها التمن وتصير أطيب تاتشينة. ندخل على الوصفة اللي وراها. سويت هنا لوبيا، مرقة لوبيا بيضة. شايفين اللوبيا الحمراء؟ لا احنا نريد اللوبيا بيضة. هنا أنا حمست، طبعا سلقتها اللوبيا أول شيء، سلقتها سلقة مضبوطة إلى أن تستوي تماما، وبعدين نجيب بصل نحمسه ونحمس وياه الثوم. شلون نسوي الفاصوليا البيضة؟ نفس الشيء نسوي، نفس الطريقة نسوي بيها اللوبيا البيضة. حطيت المعجون وبعدين حطيت مي اللحم واللحم وبعدين حطيت اللوبيا وبعدين خلص نقلبها سوا. ومثل ما شفتوا بس حطيت البصل والثوم وطبعا الملح ما ننساه، ونتركها تتسبك وتجهزت مرقة اللوبيا. نجي على المرقة اللي وراها لأنه انتهت عليه الحساب. سويت هذا الزور الدجاج اللي يعني عزلتها على صفحة، حطيت زيت وبعدين بلشت أحمس الزور الدجاج إلى أن تستوي تماما، أو يعني تستوي تقريبا من نسبة 80%. بعدها نحط فوقها البصل والثوم هماتين نحمسها سوا إلى أن تستوي أو ينحمس البصل وياخذ فد لون حلو وتطلع ريحة الثوم. بعدين نبلش ننزل البهارات وبعدين نبلش يعني. وطبعا البهارات أنا الفكرة إنه أريد أسوي كاري، فلذلك راح أضيف بهارات الكاري. أهم شيء إنه كل خطوة ننطيها حقها، يعني لازم نحمس يا جماعة. الحمس البصل، حمس الثوم، حمس الدجاج، هاي شغلة كلش مهمة. والبهارات من نحطها هماتين نحمسها، يعني مو بس نضيفها ونمشي، لا لازم تنحمس. فمثل ما شفتوا حطينا الكاري، حطينا الزنجبيل وحطينا البابريكا، وبعدين نضيف عليها البوتيتا ونضيف عليها المي على مود تسبك. حطيت هنا على مود النكهة حطيت قطعتين من ماجي أو نكهة الخضروات، لأنه أنا ماجي مقاطعة، فالنكهة الخضروات هذه بالخضروات مو بالدجاج. وبعدها نتركها إلى أن تستوي تماما. من تستوي راح نضيف عليها الكريمة ونتركها شوية ينشف المي مالتها وبعدين نطفي عليها. ويا الكريمة راح تنطي نكهة كلش طيبة إلها. فيعني أوصيكم إنه تجربون هاي المرقة، يعني ما تقبل غلط والأطفال يحبوها. اجينا على الأخير. هنا أنا بقى عندي نص كيلو لحم، فحطيتها بالجدرية وحطيت وياها بصل، وطبعا نتبلها بالبهارات. شنو البهارات اللي تحبوها؟ أنا 7 بهارات حطيت، وحطيت كمون وحطيت معجون وحطيت أيضا كاتشب. هذه داريد أسويها على مود أسوي في اليوم معكرونة بالبشاميل، فهي هاي الصلصة اللي أنا محتاجتها بها، أريدها تكون جاهزة رأسا أطلعها وأذوبها وأسوي بها المعكرونة بالبشاميل. إن شاء الله أشوفكم إياها بغير فيديو. فطبعا مثل ما تشوفون لازم أحمس المعجون، وحطيت له ملح وحطيت أيضا المي، ونتركها تسبك شوية وبعدين نشيلها ونحطها بالحافظة وتكون جاهزة للاستعمال بأي وقت أنا أريدها. هاي كلها أنا الحافظات أحطها بالفريز، ما أحطها بالثلاجة يا جماعة. تجيني هواية تعليقات إنه شلون تحفظين الأكل بالثلاجة. أنا ما أحطه بالثلاجة، أحط مرقتين نوعين مرقة بالثلاجة اللي تشوفوها هاي حطتها بالجداري، والباقي أحطه اللي بالحافظات أحطها بالفريز. فمثل ما تشوفون هذه اللوبيا البيضة عندي ومرقة الدجاج أنا أحطها بالثلاجة، هاي مال باكر وعقب باكر. أما الباقي فكله ينحفظ بالفريز، شو وقت ما أريد أستعملها أطلعها. وهاي كانت التجهيزات مال أسبوع كامل. شوية الفيديو كان طويل بس يعني تعرفون مو أكثر من وصفة، يعني هي مو قليلة. وهذه الأفخاذ اللي مثل ما قلت لكم، الأفخاذ شو وقت ما أحتاجها أطلعها واستعملها. أما السكالوب فراح أشوفكم يمكن فيديو باكر أو عقب باكر أشوفكم الفيديو شلون راح أسويه، لأنه ما بقى وقت. باي.